السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة فن الطبخ مع كوثر، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم الكيكة أو الطورطة اللي كتجي غزالة، كتجي هشيشة بطبقات، كتجي لذيذة، والأهم أنها كتجي معلكة بمذاق غزال غزال غزال. غير جربوها ما غاديش تندموا. تشوفوا كيف كتشوفوا معايا الطبقات ديالها واضحين، كتجي غزاله وبمقادير اللي هما بسيطه بزاف، ما فيهاش بزاف ديال المخسور. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وإلا عجبتكم الوصفه فما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتحفزني. ندوزو نشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. في البدايه كناخذ بول وكندير فيه بيضه وحده، يعني هاد الكيكه ديالنا غتقام علينا بيضه وحده، شاسي ديال الفاني، أو غندير معاها 7 ملاعق من السكر. يعني الكيك الأساس ديالو غيكون ب7 ملاعق، 7 ملاعق من السكر حبيبات أو سكر خشن. غادي نحرك الكل جيدا كما كتلاحظوا معايا حتى يمتزج لينا الخليط كامل مع البيض والسكر والفاني. كما كتلاحظوا معايا حتى يرجع لينا كريمي الخليط ديالنا بهذا القوام هذا وبهذا الشكل هذا. يعني هنا ممكن تخلطوا بالفوي او لا ممكن ديروا الطراب الكهربائي، كيبقى الاختيار لكم. غادي ندير 7 ملاعق من الزيت، كذلك الملعقه اللي عبرت بها السكر هي نفس الملعقه اللي غادي نعبر بها الزيت، وهي الملعقه اللي غادي نعبر بها جميع المكونات الاخرين. غادي نزيد 2 ملاعق اولا ملعقتين من عصير البرتقال، يعني عصرت الحامض او عصير الحامض عفوا، عصرته ودرته 2 ديال الملاعق. غادي نخلط الكل جيدا كما كتلاحظوا معايا جيدا حتى يمتجز ليا الخليط. غادي نزيد شاسي وحده ديال الخماره فئه 8 غرام، يعني غير خماره وحده ما غاديش ندير جوج. وغادي ندير 7 ملاعق من الدقيق. كما تلاحظوا معايا هنايا يبان لكم درت غير 6 ديال الملاعق، ولكن راه درت الملعقتين الاولين درتهم عامرين بزاف، لهذا درت غير 6 ديال الملاعق. والقوام ديالها كما تلاحظوا معايا يعني مضبوط، القوام ديالها مضبوط. وهذا هو الكيك ديالنا، يعني القاعده ديال الكيك ديالنا هي هذه، ب7 ملاعق كتجي غزاله وهشيشه. فممكن انكم من ديروها يعني الا بغيتوا انها تجي منفوخه فممكن ديروا 2 ديال الخمارات وبلا ما ديروا الخليط الثاني او الثالث او طبقات وتاكلوها غير بوحدها، كتجي هشيشه كتجي غزاله ما شاء الله. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما خلطت غناخذ هاد القالب هذا، دهنته بالزبده ورشيته بالقليل من الدقيق، اولا ممكن ديروا ورق الطبخ. من بعد قاديت الخليط ديالنا فيه ودخلته للفرن، شعلت عليه غير من تحت على درجه الحراره 120 درجه اولا 130 درجه، وغادي نخليه. غادي ندوز نحضر الطبقه الثانيه من بعد ما غادي توجد لينا الكيك. غادي ناخذ نصف لتر من الحليب وغادي نضيف ليها شاسي ديال فلون اللي كيكون حلو ديال الكراميل، يعني فلون بالسكر. من بعد غادي نخلط الكل جيدا وغادي نزيد السكر. هنا كيبقى السكر على حسب الذوق ديالكم، كذلك ملعقتين من النشا. غادي نحرك الكل جيدا كما كتلاحظوا حتى يمتزج ليا الخليط ديالنا وما يبقاش مكتلينا حبيبات. غادي ناخذ الخليط ديالنا ونوضعه فوق النار وغادي نخليه حتى يبدا يعقاد لينا بهذه الطريقه هذه اللي كتلاحظوا معايا. يعني غادي نبدا نحرك مره مره الخليط ديالنا باش ما يديرش لينا شي طبقه وتحرق معانا. غادي نبدا نحرك الخليط ديالنا من يبدا يسخن لينا، غادي نبدا نحركه، يعني ما غاديش نتوقف على التحريك حتى نحس بان القوام بدا كيتقال معنا. كما غادي تلاحظوا معايا في لا فيديو بالطريقه اللي كتشاهدوا معنا، فراه كيوجد في ساعه ما كياخذش بزاف ديال الوقت. وكتجي هاد الكريمه ديال الكراميل كتجي خطيره وكتجي رائعه، والمذاق ديالها ما نقولش لكم، خصكم تجربوه، كتجي غزال ولذيذ لذيذ بزاف. من بعد ما كيبدا كيدير لنا فقاعات بهذا الشكل وكيعقد لينا، دونك خصنا نحيدوه من النار، فراه وجد معنا. من بعد ما كنحيدو من فوق النار كناخذ ياغورت ديال الكراميل وكنضيفو معاهم كذلك، يعني كنزيدو دانيت او لا اي ياغورت ديال الكراميل فممكن ديروه. من بعد ما كطيب معنا الكيكه كنخرجها وكنسقيها، يا اما تسقيوها بكاس ديال الحليب اولا ممكن ديروا في حالي الماء درتو في كاسرون ودرت ليها الحامض مقشر ودرت ليها السكر ودرتو فوق النار حتى بدا كيطبخ معنا وكيعقاد. من بعد حيدته، من بعد ما حيدت السيرو فخليت الكيكه ديالنا بردات واحد شويه وسقيتها كما كتلاحظوا معايا. من بعد ما سقيتها غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكراميل بهذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معايا. غادي نحاول انني نساويها ونقادها فوق الطبقه ديالنا باش تجي مقاده.
بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا فيه. من بعد ما غادي نقادها بسباتولا ولا بمعلقه، غادي نخليها جانبا ونخليها حتى تبراد معنا تماما. غادي ندوز ناخذ الطبقه الثالثه غادي نحتاج نصف لتر من الماء. كذلك غادي نزيد ملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان، وغادي نحتاج كذلك الفلون ديال الشوكولا، ولا ممكن ديروا الكاكاو المر مع النشا، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا درت فلون ودرت السكر كذلك في هذه المرحله كيبقى حسب الذوق ديالكم. غادي نحرك الكل جيدا وغادي نوضعها فوق النار كما غادي تلاحظوا معايا، وغادي نخليها حتى تبدا تطبخ معنا مزيان كما غادي تشاهدوا معايا في لا فيديو. في هذه المرحله فممكن انكم الا بغيتوها تجي طبقه عاقده بزاف فممكن ديروا النشا في بلاصه ما ديروا فلون وديروا معاه الكاكاو، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا ما بغيتش الطبقه تجي عاقده بزاف. غادي نوضعهم فوق النار كما كتلاحظوا معايا وغادي نخليه حتى يبدا يطبخ مزيان. يعني كما كتلاحظوا فلون ما غاديش تعقد معنا هاد الطبقه، يعني غادي تجي شويه كما تلاحظوا معايا. نخليه يطبخ مزيان ويبدا بحال اللي غيبدا يغلي. في ديك المرحله فغادي تكون فلون ديالنا اولا غادي تكون الطبقه ديالنا وجدت ونجات معنا كما كتلاحظوا معايا. فكنحاول نحرك مره باش ما غير كنحرك. هاد المرحله هادي ما غاديش تحرق لينا، ولكن غير كنحرك من كيبدا يدير دوك اللون كيبدا كيتبدل وكيبدا يعطي اللون انه غامق بزاف كما كتلاحظوا معايا في لا فيديو. الطبقه كتجي غزاله خصوصا مع القهوه سريعه الذوبان ومع فلون، فكتجي غزاله وكتجي لذيذه بزاف. فكنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، فما غاديش تندموا عليها بتاتا. غادي تعجبكم وغادي تعجب كل واحد غادي يتذوقها كما كتلاحظوا معايا. ف كما كتلاحظوا ديك الكشكوشه ديالو فبدات كتحيد في الجنب واللون ديالو بدا كيتوحد في هذه المرحله وبدا كيدير لنا في هذه الطريقه هذه. في هذه المرحله فكيكون بدا كينضج معنا هذه الطبقه هذه. من بعد غادي نحيدها من فوق النار كما تلاحظوا معايا. من بعد ما بدا كيغلي لنا بهذه الطريقه هذه واللون ديالو رجع اللون اللي هو غامق كما كتلاحظوا معايا في لا فيديو، كنطفي النار وكنحيدها من فوق العافيه. كنزيد عليها دانيت كذلك ديال الشوكولات اولا ممكن تضيفوا اي ياغورت ديال الشوكولات كتبغيوه. كنديرو وكنحرك مزيان يعني باش يتجانس ليا الخليط ديالي كامل. من بعد كندوز للطبقه فراها بردات وتماسكات مع بعضياتها، كندوز نكب عليها الطبقه من الفوق فكتجي غزاله وكتجي لذيذه. كنحاول ندير معلقه وما نكبش نيشان باش ما حيت مازال سخونه ومازال معايا ضروري ما ديروا معلقه بهذا الشكل هذا. ونكب الخليط ديالي هنا غير سمحوا لي هنايا مع المعلقه فتكب ليا في الارض. فكنكمل بهذه الطريقه هذه حتى كنكب الخليط ديالي كامل. وإلا بغيتوا ان الطبقه هذه تجي رقيقه فممكن انكم تنقصوا من الكميه. من بعد ما كبيت الخليط ديالي نخليها فوق البوطاجي حتى كتاخذ حراره المطبخ. من بعد كنوضعها في الثلاجه وكنخليها حتى كتبرد وكتماسك وكترجع بهذا الشكل هذا بهذا القوام هذا. كتجي غزاله كتجي لذيذه بزاف. اكيد اللي ذاقها غادي تعجبو واللي ذاقها غادي يبغي لي غوسيت ديالها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، وإلا عجباتكم وصلوها لاكثر عدد من اللايكات والتعليقات. وإلا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. كما كتلاحظوا معايا الطبقات ديالها جاو متماسكين وجات باينه الطبقه ديال الكراميل الطبقه ديال الكيك والطبقه ديال الشوكولا جاو واضحين. كتجي غزاله ولذيذه بزاف وكيجيو متماسكين. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم، واكيد الا جربتوها فما غاديش تندموا. الفيديو ديالنا سالا الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي عليكم. كما كتلاحظوا معايا كتجي متماسكه وكتجي غزاله وكتجي لذيذه وغزاله بزاف. الفيديو ديالنا سالا. باي باي عليكم الى فيديو اخر.